من فترة مش كبيرة قوي ما كنتش هتلاقي ناس كتيرة عارفة الرامات الاكس بي جي. كان في نوع او اتنين هما اللي مسيطرين على السوق، لكن من بداية جيل الدي دي ار 5 تحديدا خلاص الموازين اتشقلبت يا صديقي. اكس بي جي خدت مكان وسط الكبار وبقت كمان بتنافسهم واحيانا بتتفوق عليهم. اكس بي جي مؤخرا بقت تنزل اصدارات كتيرة محسنة للجيل الجديد دي دي ار 5، بتقدم ارقام ومواصفات افضل وكمان بتصلح مشاكل واخطاء قديمة، خصوصا ان انتوا عارفين ان جيل الدي دي ار 5 في البدايه كان غير مستقر وفي شركات كتيره كبيره جدا كانت بتواجه مشاكل في الجيل ده، لكن اكس بي جي عدت النقطه دي بسرعه وبقت دلوقتي كمان بتعلي على نفسها وبتلعب على حاجات زي سرعه الاستجابه ومعدلات التاخير والترددات، وبقت في حته تانية خالص بصراحه. النهارده هنجرب كت رامات من احدث اصدارات الشركه موديل اكس بي جي لانسر بدعم كامل لانتل اكس ام بي 3 واي ام دي اكسبو كمان. لو استفدت بمعلومه من اي فيديو هنا على القناه ما تنساش تكتب لي تعليق حلو وتشترك وتفعل الجرس، دي حاجه هتفرحني يا صديقي. ولو محتاج شرح لاي معلومه تقنيه او مراجعه الهاردوير اكتب لي على طول، ما تتكسفش، احنا خلاص بقينا اهل. هيا بنا في رحله شبابيه جديده. تغليف الرام زي المعتاد من اكس بي جي عبارة عن علبة كرتون خارجية باللون الاورنج المحمر ده اللي هو السيم المميز لاكس بي جي، عليها صورة ملونة للرام واسم الموديل، وفي الظهر عندنا بعض المعلومات بأكتر من لغة. الرام من جوه متأمنة جوه علبة بلاستيك شفافة، التغليف التقليدي خالص لكنه بيأدي الغرض. الكت اللي معانا موديل اكس بي جي لانسر 32 جيجا عبارة عن قطعتين كل واحدة 16. التردد او سرعة الرام 6000 ميجا هرتز مع بيز كلوك 4800 ميجا هرتز بمعدلات تأخير 30 سي ال، ودي من اقل معدلات التأخير في جيل الدي دي ار 5 بشكل عام، وطبعا نقطة تميز كبيرة قوي للرام اللي معانا. التشيب الخاص بالرام من نوع هاينكس، ودي من الافضل في نقطة الاداء وكسر السرعة. معانا دعم اوفر كلوك الانتل من خلال اكس ام بي 3، وكذلك دعم كامل لمعالجات اي ام دي الجديدة اي ام 5 من خلال اي ام دي اكسبو. معانا خاصية تصليح الأخطاء اون داي اي سي سي، ودي بتدعم الأداء بشكل كبير وبتحافظ على استقراره. الرام بيجي عليها هيت سينك باللون الأبيض، حجمه كبير ومغطي الرامة بالكامل، والسيم بتاعه المميز لفئة اكس بي جي لانسر، عليه اسم الموديل من الجنب وكيرف كده إضاءة في النص وبيكمل معانا لآخر الرام، شكله شيك جدا بصراحة. الإضاءة RGB وتقدر تتحكم فيها من خلال السوفت وير، وهتعمل سينك مع باقي قطع الجهاز، مدعومة معانا على جميع برامج التحكم للمذر بورد المختلفة. معانا ضمان مدى الحياة على الرام، وده معناه الجودة والثقة المتناهية يا صديقي. سعر الكت $150 يعني ما يعادل 7700 جنيه مصري تقريبا، ومتوقع تغير في الأسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. جهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، والتجربة كانت في حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف. من شاشة البايوس فعلنا وضع الكسر الأعلى XMB، الرام شغالة 6000 ميجا هرتز بمعدلات تأخير CL30 واستهلاك 1.36 فولت. عملنا أكتر من اختبار ببرامج الضغط عشان نشوف مع أعلى تردد الدنيا هتوصل لفين، وكمان شغلنا مجموعة من الجيمز وجربنا الرام أوقات طويلة. الحرارة وصلت 55 درجة مع أعلى معدلات الضغط، وفي الوضع العادي كانت 40 درجة، وده معدل كويس جدا، يعني الهيت سينك بيقدم تبريد ممتاز. كالعادة بنجرب معاكم كسر السرعة للرام، مع اننا مش بننصح بكده خالص، بس برضو بنوريكم افضل كسر تقدروا تشتغلوا بيه، وكمان عشان نشوف امكانيات الرام اللي معانا هتوصل لفين. وصلنا مع الرام ل 6800 ميجا هرتز، كمان وصلنا ل 7000 ميجا هرتز بزيادة 5 درجات في معدل التأخير او في السي ال، والدنيا كانت مستقرة جدا مفيش اي مشاكل. بس زي ما وضحت لكم احنا مش بننصح خالص باي كسر. أداء الرام ممتاز ومستقر، مفيش أي مشاكل من ناحية الدعم أو التوافق. الرام دي قريبة جدا للنسخة اللانسر بليد اللي هي اللو بروفايل، كنا راجعناها قبل كده، نفس معدل التأخير والتردد والدعم وبعض المميزات برضو هي، لكن الفرق الأكبر هو التصميم بتاع الهيت سينك وشكل الرام الخارجي. الرام اللي معانا زي ما انتوا شايفين كده قطعة ديكور، اللون الأبيض مع التصميم ده مديها منظر حلو قوي. متوفر منها مساحات لغاية 32 جيجا للرام الواحدة، وترددات لغاية 8000 ميجا هرتز من نفس الموديل. اكس بي جي لانسر اداء واستقرار وقابليه لكسر السرعه بثبات مع شكل جمالي رائع، ارشحها لك جدا لو بتدور على رام من نوع الدي دي ار 5. الرام دي تعتبر من الاسرع في كل جيل الدي دي ار 5 كمعدلات تاخير، بالاضافه لادائها المميز والقوي ودعمها لكل التقنيات الحديثه. ترشيح شهابي طبعا.